السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. عايزه اقول لكم بقى فيديو النهارده، فيديو جميل قوي اللي هو عن انتي الاساسيات بتاعتك اللي هتحتاجيها وانتي في الجامعة. مش شرط ان انتي هتجيبي بقى حاجات بفلوس قد كده، او لازم تجيبي حاجات كتير. لا، في اساسيات لازم تبقى عندك، ولازم تبقي واثقة من نفسك وعارفة ان انتي تلبسي الحاجة اللي هتناسبك، اللي هتبقى شكلها حلو عليكي. اول حاجه هنبدا بيها اللي هي الشنط. اولا لازم يكون عندنا شنطه حلوه كده زي ديت. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ ديت بقى حسب اللي هو، لو يومك انت بقى طويل في الجامعه يبقى لازم تجيبي شنطه كبيره زي ديت، فيها كذا سوسته ومتقسمه. وعايزه اقول لكم يا جماعه، الحاجات اللي انا هوريها لكم يعني مش شرط ان كل الحاجات دي تبقى عندكم، ممكن تكون اكتر ممكن تكون اقل. انت ما تشغليش بالك، ممكن تكون كذا حاجه بسيطه عندك، بس انت بتنسقيها كويس، بتخلي شكلها كويس، بتلبسيها اكتر من طريقه. يعني انت ممكن دريس تلبسي عليه طرحه، تكون مثلا طرحه لو هو ساده مثلا، البسي حاجه طرحه مشجره من فوق، البسي شوز وشنطه نفس اللون، مره تانية تلبسيها على طرحه تانية على شوز وشنطه تانية. فانتي ما تشغليش بالك خالص غير بنفسك. انا بس بديكي الاساسيات او افكار هي ممكن تكون عندك او انتي تجيبيها. لكن مش شرط ان انت تجيبي زيهم بالظبط، ممكن انت تكوني اصلا بتجيبي احلى منهم بكتير، اكتر بكتير، ممكن تكوني بتجيبي اقل. اهم حاجه زي ما قلت لك ان الحاجه يبقى شكلها شيك عليكي وتكون حلوه، وانت شايفه نفسك حلوه بيها. الشنط زي ما قلت لكم، احنا الشنطه الكبيره اللي انا لسه موريها لكم ديت حلوه جدا وعمليه جدا معانا في الجامعه. في ناس ممكن ما تحبش اللون الفاتح، مفيش مشكله، بس انا زي ما قلت لكم انا بحب يعني معظم الواني كده، وبالذات في الصيف بحب الالوان الفاتحه. انت ممكن تكوني مش شايفاها عمليه معاكي فتجيبي لون تاني غامق، مفيش مشكله، بتمشي على حاجات كتير. وعايزه اقول لكم في اساسيات للحجاب، هكلمكم عنها بس في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دي اساسيه لازم تكون معاكم. لو انت مثلا حاجه قصيره على بنطلون يبقى لازم تجيبي لها مكملات، او الاوبن دريس المفتوح لازم تجيبي له حاجه. الدريسات اللي هي القصيره البنات اللي طالعه دي ما تعتبرش يعني اللي هي بتبين جزء كبير من رجلينا ويجي الهواء يطيرها، فجزء كبير جدا من الرجل بيبان، مش هينفع، لازم تكوني لابسه حاجه تحت. المهم عشان ما اطولش الفيديو عليكم، واللي بعد كده كمان بقى مش يبقى معانا مثلا الشنطه الهاند باج الكبيره، لا، ولازم كمان يبقى معانا شنطه هاند باج اللي هي الصغيره شويه او متوسطه، لو يومنا مش طويل. دي هتبقى حلوه معانا، وخاصه ان احنا بنبقى محتاجين حاجات كتير ان احنا لازم ناخدوها معانا وتبقى اساسيه معانا لليوم الطويل بتاعنا. فشنطه زي كده هتبقى كويسه جدا. طيب تعالوا بقى نشوفوا اللي بعد كده. بالنسبه بقى للناس، هنبدا الناس اللي هي بتلبس بنطلونات، يبقى اساسي لازم يكون عندك بنطلون جينز فاتح. انا طبعا كنت بايد الابيض، بس ناس كتير هتعترض لان الابيض بصراحه يعني مش عملي جدا جدا في الجامعه، بس عامه انا بحب اللون الابيض. هتجيبي مثلا بنطلون جينز زي دوت يكون فاتح، وهتجيبي واحد تاني يكون غامق. انتوا عارفين الجينز بيليق على اي حاجه عامه، فاساسي معاكي لازم يبقى الاتنين دول. وممكن بقى ما يمنعش ان يكون عندنا واحد بقى اللي هو باجي او اللي هو سويت بان، دول بيبقوا عمليين جدا وشكلهم حلو وظريف قوي برضو في الجامعه. واساسي معانا بقى لازم يكون معانا الشميز الابيض، سواء ساده، انا عندي واحد ساده وعندي دوت برضو، هو سيمبل خالص بسيط يعني، مش مفهوش شغل كتير، بس حلو جدا. انت ممكن تلبسيه وتفتحي تلبسي تحت اندر شيرت، او ممكن تقفليه وتلبسي عليه حزام، حلو جدا. ده اهو يا رب يكون واضح، حلو جدا. طيب وطبعا اساسي معانا برضو الشميز الاسود، ده ما ينفعش ان هو ما يكونش موجود في دولابنا. انا مش عارفه التصوير حلو ولا لا، رينا هي اللي بتصور بصراحه اهو. طيب وكمان بقى ما يمنعش ان عشان طبعا الشميزات دي عمليه جدا، فاحنا لازم يكون كمان معانا اللون بقى مختلف ولون فاتح. فطبعا الازرق احنا عارفين ان هو كان طالع موضه وبيبقى شكله حلو جدا. انت ممكن تفتحيه، هو بيبقى عامل زي جاكيت كده، ممكن تفتحيه وممكن وتلبسي اندر شيرت مثلا ابيض ساده، او ممكن تقفليه برضو حسب ما بتحبي. طيب نيجي بقى للتيشيرتات، ندخل بقى بالتيشيرتات. طبعا التيشيرتات برضو اساسي معانا لازم يكون في ابيض، ده ابيض قصير كده من قدام وطويل من ورا، في حركه كده بسيطه اهو.
ممكن انت لو انت مش عايزه الكلام اللي بالانجلش دوت من قدام، انت ممكن هتقلبيه وتلبسيه هيبقى ساده عادي خالص. طيب الاسود بقى، طبعا انا بحب الاسود فعشان كده جايبه اتنين، عندي اتنين اهو برضو. مريح جدا على فكره، وطري قوي على الجسم اهو. برضو زي ما قلت لك لو انت عايزاه ساده هتقلبيه الناحيه التانية، مفيش اي مشكله خالص. لو الطقم فيه شغل او لون فاتح انت ممكن تقلبيه. برضو دوت بسيطه جدا وسيمبل قوي. التيشيرت الاسمر دوت اهو، شايفينه حلو قوي برضو. انت لو انت مش عايزاه انت هتقلبيه على الناحيه التانية. طيب الناس بقى اللي هي بتحب الجيبات، ونسيت كمان اقول لكم ان دوت ما يمنعش بقى يكون عندنا مثلا بلوزه كده سيمبل وطريه وخفيفه قوي على فكره، عمليه جدا حلوه، تشجيراتها بسيطه. والجاكيت الجينز دوت اساسي معانا على فكره، بيبقى حلو جدا في الشتاء. تلبسي اندر شيرت مثلا اللي هو هاف كول، اي حاجه زي كده. في الصيف هتلبسي تيشيرت زي اللي انا وريتهم لكم، خفيف وبيبقى حلو. ده بصوا فيه حركات كده وشكله شيك جدا. طيب اللي بعد كده بقى الناس اللي هي بتحب الجيبات بقى، تعالوا نشوفوا الجيبه القمر ديت. جيبه اهي، جيبه جينز. طالما جيبات يبقى لازم يكون عندك جيبه جينز، وطبعا زي ما قلنا ان الجينز بيتلبس على اي حاجه. الجيبه دي حلوه قوي قوي اهي، انا بحبها جدا بصراحه. طيب معانا كمان ده ما يمنعش بقى ان لازم يكون في دولابك جيبه اللي هي بليسي، بس انا جايباها اللي هي فيها نقطه بسيطه كده، هي حلوه قوي اهي. وبرده ممكن تجيبي بقى جيبه اي لون انتي بتحبيه، ويفضل انها تكون ساده احسن. دي جيبه لبني فيها الحزام بتاعها لو دخلتي اندر شيرت جوه ولا حاجه، حلوه جدا وبسيطه خالص. طيب الناس بقى اللي هي بتحب الدريسات او حتى لو يعني هو اساسي برضو لازم يكون عندك دريس او اتنين تبدلي فيهم، برضو بيبقوا هو بقى عندك بقى الدريس على فكره بيبقوا مريحين وشكلهم شيك قوي قوي قوي. ده مثلا اللي هو اوبن دريس، انتي ممكن هتقفليه لحد النص كده، ومن تحت ممكن تلبسي بيزك اللي هي بتبقى طويله خالص، هوريها لكم. دي بتبقى طبعا مكملات الحجاب، في فيديو عاملاه لكم برضو اللي هو مكملات الحجاب، حاجات اساسيه لازم تكون عندنا. في برضو اللي هو دوت الدريس التاني، حاجه برضو حلوه كده ومريحه جدا. عايزه اقول لكم مريح جدا جدا في اللبس. انا بصراحه بقفله عشان مش عايزه البس حاجات كتير تحتي. ولازم يكون برضو عندنا الدريس اللي هو ساده، بس سوري بقى دوت مش مكوي لاني لسه جايباه دلوقتي من المنشر عليكم. ده حلو جدا، شايفينه كلوش كده واسع وطري قوي قوي قوي. ده بقى ممكن ايه يعني نفنن له، تلبسي بقى اي طرحه مثلا لانه ساده وانتوا شايفينه هو اوف وايت حلو قوي. ممكن بقى تلبسي له مثلا طرحه فيها حركات زي الطرحه دي مثلا، فيها برضو اللون اللي هو البيج، طرحه حلوه. والطرحه دي حلوه هتليق معاكي على حاجات كتير. طبعا اساسي عندنا كلنا، بتهيألي مفيش حد ما عندوش الطرحه الابيض والاسمر. لازم يكون بقى في طرحه مشجره زي دي زي ما قلت لك. في بقى مثلا الطرحه ديت انا جايباها اللي هي اسمها ايه، اللي هي بتبقى نسيت اسمها اللي هي يعني بتبقى الوان كده تدريجيه، درجات اللون الواحد. وفي بقى اللي هي زي ديت برضو فيها درجات بس مش لون واحد يعني. بصوا من الناحيه ديت فيها الجري، انا مش عارفه هي باينه ولا لا، الجري فيها الكافيه، فيها السيمون. بصوا كل دوت في يعني كذا لون في طرحه واحده، فحلوه جدا معانا. وبكده بقى الفيديو بتاعنا يكون انتهى. اتمنى ان الحاجات تكون عجبتكم، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وتستنوني في فيديو جديد.